السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد لقناة محبي عصافير الزينة والكوكتيل. في الفيديو ده إن شاء الله هنشوفوا إزاي بفحص عشوش العصافير، وإيه الأسباب اللي تخليني دايما كده باستمرار لازم أفحص العشوش، وأهمية الفحص نفسه. إيه السبب أو الأهمية اللي تخليني لازم أفحص عشوش العصافير. طبعا قبل ما يبدأ فحص العشوش خليني أكلمكم في البداية. لازم أختار التوقيت المناسب اللي هو أفحص فيه الوشوش، بالذات في جو البرد في الشتاء. لازم أختار توقيت يكون فيه الجو دافئ عشان أحافظ على درجة حرارة البياضة اللي هو العش، وأحافظ سواء الأهالي أو يعني الذكر والأنثى تحتيهم كده محضنين للبيض، أو في كده زغاليل لسه طالعة كده فاكسة من البيض. فلازم أحافظ على درجة الحرارة عشان ما أذيش سواء البيض أو الزغاليل اللي طالع. الأسباب اللي تخليني أفحص الوشوش، لازم أطمن كده لو الأنثى كده قعدت فترة كبيرة كده راقدة، عدى يوم كده ما شفتهاش، لازم كده أتأكد، ربما لا قدر الله تكون مثلا ماتت. وده بيحصل في العصافير، يعني الأعمار هي بيد الله، لا بيحصل يعني. لازم كده لو مثلا تحتيهم زغاليل، لازم أتأكد كده مثلا إنه الزغاليل دي كلها كويسة، الأهالي بيوكلوهم، الحوصلة بتاعة الزغاليل كده ممتلئة. وطبعا ده يعني لازم يكون بشكل دوري وباستمرار. لازم أشوف إنه الأهالي بيأكلوا الزغاليل ولا لا. لو مش بيأكلوهم لازم أتدخل بالتأكيل اليدوي. طبعا في البداية نبدأ كده الفحص بسم الله. لازم كده في بداية الفحص لازم تعرف يعني إنك أنت مجرد كده ما تفتح باب البياضة بتاع الفحص ديتي، تخلي إيدك تحت البياضة عشان لو كان في بيض. الأنثى بتخرج كده مفزوعة، تستأذن الأول، تخبط كده على البياضة لو في بول بياضة. لو في طبعا كده برضو زغاليل زي كده هتلاقيهم واقفين جنب البياضة. طبعا بسم الله ما شاء الله، شايفين دول يعني 5 زغاليل كده بدأ الريش كده ينبت عنديهم، يطلع كده الريش الدبوس كده الصغير ديتي. أهمية الفحص، أطمن كده على شكل الزغلول، أشوف كده الأكل تمام، ما فيش حاجة كده مشاكل كده صحية، ما فيش فضلات ملتصقة. أوقات كتير ممكن تلاقي في فضلات ملتصقة في العصافير، في الأقدام، في الديل، عند فتحة الإخراج عند الزغلول، في المنقار. مرات كتير بتحصل عندي بلاقيه. وأكيد عندك أنت كده لما بتفحص الوشوش هتلاقي الكلام اللي بقولك عليه ده إنه صح. فلازم كده بالذات لما يكون في زغاليل صغيرة لسه منبتتش الريش، لازم افحص. شايفين كده الفضلات اللي هي ملتصقة. طبعا برضو يعني انا هشيل ده مثلا النهاردة، وممكن بعد يومين يتكون نفس الشيء تاني. طبعا ممكن ان احط يعني النشارة، مجرد ما تبدأ كده تنبت الزغاليل دي، لازم احط كده شوية نشارة صغيرين كده، افرشهم كده في ارضية البياضة، على اساس يبقوا كده ايه، يمتصوا الفضلات ويمتصوا المية، وبقايا الاكل كده ما تلتصقش بيهم كده، تلصق كده في النشارة وما تلتصقش كده بالعصافير. لكن الفحص بتاعي لازم يكون بشكل دوري، بشكل مستمر مع العصافير. يعني في لازم افرق بين حاجتين. لو الاهالي يعني الذكر والانثى تحتيهم بيض، ما افحصش افتحش كده البياضة باستمرار طالما انا مطمن انه الاهالي كده مثلا الذكر والأنثى كويسين وتمام، بيطلعوا كده ياكلوا كده، وبتروح الأنثى تحضن البيض. طبعا في العصافير الاسترالي الأنثى بس هي اللي بتحضن البيض وبترقد عليه. طالما أنا شايفها كويسة، طبعا شايفين كمية الفضلات دي، سواء لازم أزيلها كده وأحط شوية نشار خفاف كده تحت الزغاليل دي. لازم أتأكد كده طالما إنه الأنثى مثلا في راقدة على البيض، ما أحاولش أزعجها كتير، ما أحاولش إني مثلا ما ينفعش كده أفتح البياضة كده كل يوم يعني. لا، لازم كده أسيبها مثلا ممكن كل يومين، أطمن كده مثلا على الأنثى على الذكر، أشوف كده تحضيرهم للبيض، أشوف البيض ممكن كده لو عدت مثلا 5 أيام أو 6 أيام بعد ما الأنثى رقدت وبطلت تبيض، لازم كده أشوف البيض ده مخصب ولا مش مخصب. على أساس يعني لو هو مخصب خلاص هسيبه مستمر، لو مش مخصب أزيله طبعا، أشيله كده من البيض، على أساس الأنثى طبعا تبدأ دورة إنتاج جديدة. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الريش الصغير دي، ده الأنثى كده بتشيله كده من الجسم بتاعها وبتسد الفراغات
عشان تحمي الزغاليل بتاعتها. شايفين كده يعني سبحان الله الأهالي بيعملوا ايه، أو الأنثى بتعمل ايه على أساس تحمي الزغاليل بتاعتها وهي طالعة كده من البيض. طبعا لازم اتأكد كده ان بعد ما خلاص انا فحصت كده وقفلت باب البياضة. طبعا الفحص لازم يكون سريع، يعني ما تخليش كده مثلا باب البياضة مفتوح لفترة طويلة، يعني طالما لسه في زغاليل لسه فاكسي او في بيض يعني. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله دي بيضة يعني ما شاء الله عليها، ده العش التاني ليه. شبابات الجوز ديتي طبعا ما شاء الله بيضين في حدود 7 بيضات. الله أكبر اللهم زد وبارك. فحص لازم يكون سريع، ما يقلقش الأهالي يعني، ما حاولش كنا إني أزعجهم. طبعا الوشوش العصافير اللي فوق دول لسه شبابات صغيرين موجودين كده يعني، لسه ما اشتغلوش. في هنا العش التاني ديتي الأنثى، أنا عزلت الفروخ ونظفت البياضة والأرضية وبدأت الأنثى تبيض. طبعا شايفين هنا في حاجة يعني سبحان الله أنا لاحظتها في العصافير. في البداية كنت بتضايق إنه العصافير بتعمل كده، لكن بعد فترة اتأكدت يعني إنه ده شيء يعني فطرة جميلة وكويسة بتعملها العصافير. كل ما أحط العلف في العلافة ألاقي الأنثى كده أو الذكر بيوقعوا كده العلف في أرضية القفص ديتي. فأنا كنت بتضايق إزاي أحط العلف كده والأهالي كده يبعتروه تاني، لكن لقيت إن هما بيوقعوا العلف ديتي على أساس الزغاليل كده الفروخ لما طلعت كده واكتمل الريش بتاعها وبدأت تعلم الأكل بتروح على أرضية القفص، مش بتقدر تتسلق كده وتطلع فوق الأكالي أو العلافة دي وتبدأ تاكل كده لوحدي. فلقيت كده العصافير بتطلع تاكل كده من الأرض. لما عزلت يعني في عشوش عزلت منها الفروخ بطلوا كده يوقعوا العلف، فتأكدت إن الموضوع ده عشان العصافير بتاعهم، عشان الفروخ بتاعتهم تطلع كده في أرضية القفص تقدر تاكل كده من العلف. فدي سبحان الله يعني شيء جميل كده اكتشفته قريب يعني كده في من العصافير. طبعا مع خبرتك اللي هتتعلمها مع العصافير هتشوف حاجات كتير كده جميلة وحاجات كتير كده سبحان الله فطرة كده ربنا كده طالعة كده في العصافير دي أو في الطيور بشكل عام يعني. طبعا ما شاء الله كده العصفورين دول اكتمل. طبعا انعزلت منهم قبل كده، دول كانوا ما شاء الله كان تحتيهم 5 فروق، عزلت 3 ودول 2 الباقيين. شايفين ما شاء الله كده حجم الفروخ كده ديتي يعني دي تقريبا هتطلع أنثى إن شاء الله. لكن شايفين كده بتعرف كده توقف وتطلع كده، شفتها بتطلع كده تاكل لوحدي. الريش اكتمل النمو بتاعه، بتقدر تاكل لوحدها. خلاص هعزلها يعني مش هتقعد كده، أسيبها كده قاعد على طول كده مع الأهالي يعني. ما شاء الله كده يعني اكتملت كده وبقت تمام كده. هبدأ بعد كده أنظف الأرضية، أحطه كده العصفور ديتي في المطار الصغير اللي أنا عامله كده للعصافير الأسترالي، وأبدأ كده أنظف الأرضية وأجهزها كده لدورة إنتاج جديدة إن شاء الله. طبعا لازم كده برضو الفروخ الصغيرة أحط لهم كده الوجبات والعلف الفلارس والبلكم وأعلق لهم محار إن شاء الله. تعالوا كده ننظف كده الأرضية كده وتشوفوا الطريقة اللي أنا بنظف بيها أرضية العش يعني. لازم كده أخرج دلوقتي الأرضية وأبدأ أنظفها، وإذا كانت محتاجة لتعقيم أحط لها التعقيم، مش محتاجة يعني مفيش حشرات مفيش أي حاجة، لا أبدأ خلاص كده أنظفها بس. طبعا ده طبيعي الخشب كده أرضية تكون كده يعني مع المية والفضلات بالخشب كده بتزيد التخانة بتاعته. هبدأ كده نشيل الفضلات اللي هي موجودة عليه. لازم أنظف الأرضية الأول اللي هي تحت الجرد الصغير ديتي اللي بيبيضوا عليه. طبعا أتأكد كده إنه مفيش فضلات مفيش أي حاجة تاني. عفوا. شايفين الحمد لله يعني مفيش حشرات مفيش حاجة. ده اللون الأبيض ديتي ده من التعقيم يعني اللي هو قبل ما يبيضوا في العش ديتي. فطبعا تمام الحمد لله مفيش حشرات مفيش حاجة، فأنا مش هحط تعقيم دلوقتي طالما كل شيء يعني كويس تمام. ده الطريقة البسيطة اللي أنا بنضف بيها الجرد الصغير ديتي بتاع البيض. بسكينة المعجون دي ببدأ أزيل الفضلات كده الموجودة واحدة واحدة يعني عشان الواحد طبعا ما يعورش نفسه. تبدأ تزيل كده الفضلات، لكن أنا طبعا بعملها بطريقة سريعة عشان ما أخدش وقت في الفيديو، وعلى أساس تشوفوه كده تشوفوا كده تنظيف الأرضية بشكل عملي برضو يعني.
على أساس كده لو حصل طبعا عندك كده الفروخ كبرت وعاوز تنقلها خلاص في المطار كده وتعزلها عن الأهالي. تنظف كده الأرضية، وطبعا تشوف انت الطريقة المناسبة ليك والطريقة الصحيحة، لكن دي الطريقة اللي أنا بنظف بيه على أساس كده أجهز كده الجرد الصغير ديتي للأهالي إن شاء الله، عشان يوضعوا كده البيض من جديد ويبدأوا دورة إنتاج جديدة. طبعا بعد كده أزيل كده كمية الفضلات، وأبين الدايرة اللي هي إيه منخفضة كده عن مستوى الجرد ديتي، أشيلها كده وخلاص كده بقيت تمام. أتأكد إنه مفيش حشرات وكل شيء كويس في الأرضية دي. خلاص كده بنت الأرضية، مفيش فضلات ملتصقة. أبدأ كده أزيل، أشوف كده إذا كان في حشرة ولا مفيش. طبعا مفيش الحمد لله. ده التعقيم اللون الأبيض، التعقيم بتاع المرة اللي فاتت، فكل شيء سليم الحمد لله وتمام، مفيش أي مشكلة. أركبها وأتأكد كده إن هي ثابتة وكويسة. أتأكد إن أنا قفلت عليها خلاص. طبعا دي الحاجات اللي أنا يعني قصد أوريها لكم، على أساس لما تفحص كده الوشوش عندك تعمل الشكل دي أو الروتين ده اللي هو بعمله دايما مع العصافير عندي. تعالوا نشوفوا كده عش تاني. طبعا بسم الله ما شاء الله. طبعا أنا طافي اللون بتاع الكشاف الموبايل. الأنثى دي ما شاء الله باضت، وفي كده واحد كده من الفروخ كنت مخليه لسه معاها يعني معزلتوش، فخلاص هو اكتمل وبقي تمام دلوقتي. الريش بتاعه اكتمل 100%، وبدأ يطلع كده يتعلم الأكل. طبعا العضة بتاعته مؤلمة يعني، بالذات في التوقيت البرد. أشيل كده أزيل لو في كده فضلات كده في العصفور يعني. أبدأ أزيلها وأنضف رجليه كده لحد ما، طبعا هو مجرد ما العصافير دي بتكبر تهتم بنفسها يعني، لو في فضلات بتيجي على الأقدام بتاعتها وعلى الضوافر هي بتزيلها بنفسها، مش بتحتاج حد يلمسها تاني يعني أو يمسكها. طبعا ما شاء الله ده اكتمل النمو بتاعه، ده هيطلع ذكر. الذكر طبعا بيبان كده من هو صغير من الحتة السوداء اللي في المنقار بتاعه. طبعا خلاص كده العش ده أنا نضفته قبل كده قبل ما يشتغلوا، وكان تحتيهم كده الزغلول ده باقي يعني من باقي الفروخ اللي أنا عزلتها منه. تعال نشوف عش تاني. طبعا ما شاء الله الله أكبر. طبعا شايفين كده العصافير بدأ كده تكتمل النمو بتاعها، الريش بتاعها. شايفين كده الفضلات برضو نفس القصة، لازم أزيلها. طبعا يعني أنا يعني بفحص الوشوش ممكن كل يومين أو ثلاثة، إن لم يكن يعني على حسب الوقت طبعا اللي بكون فاضي فيه يعني. أوقات ممكن كل يوم، أو أوقات كل يومين، ممكن كل 3 أيام. ده اللي بعمله يعني في المزرعة عندي. أزيل كده الفضلات دي، أتأكد كده إنه خلاص العصفور مفهوش أي مشكلة، وأشيل باقي الفضلات اللي هي ناشفة. طبعا كويس إنه الأرضية ما فيهاش كده مية يعني، ما فيهاش كده فضلات لسه كده لازقة فيها. الكل يعني كل الفضلات اللي فيها هي خلاص عبارة عن بودرة، فبزيلها كده بإيدي. طبعا عشان وقتكم يعني وما أطولش كده، أنا هكمل تنظيف الأرجل العصافير دي من الفضلات. ده اللي بعمله في المزرعة عندي. أتمنى أنكم انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وأتمنى تفحصوا الوحوش بتاعتكم باستمرار على أساس ما توقعش في مشكلة كبيرة تضر العصافير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.